السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن سينابون، وصفة اللي يمكن لكم تحضروها هكذا الكوتي، كتجي لذيذة بزاف. ما تصوروش المذاق ديالها كيفاش كيجي، غادي تستغناو على جميع الوصفات اللي كتحضروا هكذا الكوتي ملي غادي تجربوا هذه الوصفة. تابعوا الفيديو باش تعرفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. ما تنسونيش كذلك بتسجيل الاعجاب من طبيعه الحال عجبكم الفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الحباب والصحاب اللي تاعهم الفائده. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في واحد الاناء غادي نحتاج 300 ملل من الحليب الطازج اللي يكون دافي. 300 ملل كتعادل 2 ديال الكيسان بكاز العنبه. غادي نضيف 2 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، 8 غرام من السكر المنسم بالفانيلا، القليل من الملح، نصف ملعقه صغيره تقريبا. غنضيف كذلك واحد الملعقه كبيره من الخميره الفوريه او خميره الخبز. من بعد غادي ندمج هاد المكونات جيدا كيف ما كتشوفوا معايا، باش نخليو هذيك الخميره تذوب شويه في الحليب. كيف ما قلت لكم استعملوا الحليب دافئ. غادي نغطي عليهم ونخليهم واحد 5 ديال الدقائق غير كيرتاح الخليط، وكنعاود نرجع ليه. من بعد كنضيف ليه نص كاس ديال زيت المائده بعبار كاس العنبه اللي هي 100 ملل، نصف كاس. غادي نعاود ندمج المكونات حتى كيندمج داك الزيت. من بعد غادي ناخذ هنا الدقيق، غادي نضيف عليه معلقه صغيره من خميره الحلويات او البيكن باودر. بالنسبه للدقيق غادي تحتاجوا 5 ديال الكؤوس بعبار كاس العنبه اللي هي 500 غرام، هي اللي غادي تحتاجوا. كيف قلت لكم تضيفوا عليها ديك معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. من بعد ما كنجمع العجينه ما كندلكهاش، غير كنجمعها. كنضيف عليها واحد معلقه صغيره ديال الزبده، كندخلها فيها مزيان. نخليو الزبده حتى تبغيو تجمعوا العجينه باش تجيكم رطبه. صافي كندخل فيها ديك المعلقه ديال الزبده كيف قلت لكم، وكنجمعها وكنخليها ترتاح جانبا حتى يبان لكم راها اختمرت وتضاعف الحجم ديالها. وفي هذا الحين هذا غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه اللي غادي نسقيو بها. غادي نحتاج في واحد المقلاة واحد الكاس ديال السكر سنيده بعبار كاس العنبه 150 غرام. غادي نضيف عليها 8 غرام من السكر فاني اللي هي معلقه صغيره، وغادي نديرهم على نار هادئه. نستمر في التحريك حتى كنشوف داك السكر دابا خيط سكر لكم هكذا، غير نقصوا النار بزاف باش ما يتحرقش، وخليوه راه كيعاود يذوب. كيف ما شفتوا انا راني دايره النار على شمعه باش ما يتحرقش السكر. من بعد ما كتاكدوا انه داب وما بقاوش نهائيا التكتلات، كتضيفوا معلقه كبيره من الزبده اللينه او المارغرين، المهم اللي عندكم. صافي كتحركوا حتى كتذوب ديك الزبده. من بعد لكم الاختيار، بغيتو كما انا هنايا درت 2 ديال الفلان بالكراميل كيف ما شفتوها ووريتو لكم في الفيديو. الا ما عندكمش تقدروا تضيفوا واحد اليوغور عادي بنكهه الفانيلا او لا طبيعي، وتضيفوا معاه معلقه ديال النشا او مايزينا. كذلك يمكن لكم تعوضوه ب 16 قطعه ديال الشوكولاته البيضاء، يعني ديروا حاجه من هاد الحوايج اللي قلت لكم كلهم، او لا نص كاس ديال القشده الطريه او القشده السائله الخاصه بالحلويات، او لا تضيفوا نص كاس ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال النشا. هادشي كله غادي تحصلوا على واحد الكراميل تيجي لذيذ. من بعد ما كان صافي كيذوب ليا داك الفلان كيف ما شفتوا، كنطفي البوطه وكنوضع هذا الخليط هذا في شي زلافه او لا. المهم هذا كراميل، الا بغيتو تستعملوه للحلويات اللي كيك او لا. انا هنايا في هذا السينابون هذا لاني غنسقي به غير السينابون، غادي نضيف فيه 2 ديال المعالق صغار ديال الجبن الكريمي اللي كندهنوا به الخبز. هذه المرحله يمكن لكم انكم تستغناو عليها، يعني اللي ما كيتوفرش عليه ما يديروش، خليو غير كراميل عادي هكذاك فكيجي لذيذ. انا غير بغيت نزيد فيه شويه ديال الملوحه باش يجي المذاق ديالو زوين، لاني غنسقي به هذا السينابون. صافي غادي نخليها جانبا تبرد هذيك الصلصه ديال الكراميل. هنا غادي نحتاج السكر سنيده، ممكن تستعملوا السنيده يعني البيضه العاديه، انا استعملت هنا السكر الاسمر. كيف قلت لكم استعملوا نتوما الا بغيتوا غير سنيده عاديه. نص كاس، عبروا نص كاس بعبار كاس العنبه، وضيفوا عليه معلقه صغيره ممتلئه جيدا من القرفه. هاد القرفه راه كتعطي لهاد السينابون واحد المذاق خيالي. صافي كنرجع هنايا من بعد ما كتختمر ليا العجينه، كنستعن بقليل من الدقيق وكنورقها بشكل على شكل مستطيل، يعني تكون عريضه من واحد الجهه، عفوا تكون طويله وما تكونش عريضه، يعني الطول ديالها اكثر من العرض ديالها كيف ما شفتوا موضح هنايا انا من بعد ما سرحتها.
من بعد ما كنسرحوها مزيان كنضيفوا عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اولا 2 معالق صغار، راه كيعادلوا نفس الكميه، بلا ما تذوبوها. الا كانت لينه الا كانت قاصحه راه من طبيعه الحال خصكم تذوبوها. كنسرحها هكذا بواحد الشيته كيف ما شفتوا معايا. من بعد كنوزع داك الخليط ديال السكر مع القرفه كيف ما شفتوا معايا، كنوزعوه للعجين كله. هذا السكر ما كيأثرش نهائيا على الوصفه، يعني تجيكم حلوه بزاف اولا، لان العجين استعملنا فيه غير 2 ديال المعالق ديال السكر. من بعد كنقسم داك العجين لزوج باش يسهل عليا المأموريه. صافي كنحسب تقريبا واحد السنتيم حتى سنتيم ونص وكنقطع. انا هنايا درت 10 في هاد الجهه و10 في هاد الجهه غير باش تعرفوا، باش ما يجينيش يعني داك الاشرطه يجيوني غلاض بزاف. كنبدا نرولي بهذا الشكل هذا موضح في الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا، كنروليهم حتى كنكمل الكميه كلها. من بعد كناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن، يا مول زجاجي هكذا كيدخل الفرن، يا هكذا صفيحه عاديه. المهم كنستفوهم بهذا الشكل، من الاحسن ديروهم في شي مول يكون دائري باش يجيكم الشكل ديالهم بحال شي وريضه، يعني يجي زوين. وخليو واحد المسافه بين الحبه والحبه، لان غادي يزيدوا يختمروا وغادي يزيدوا ضعف الحجم ديالهم في الفرن، كينتفخوا بزاف. فخليو واحد المسافه فاش يلقى يعني العجين فين يطيب. من بعد ما خليتهم حتى اختمروا مزيان كيف ما شفتوا معايا. في هذه المرحله هذه ممكن انكم تدخلوهم الفران هكذاك، ما تدهنوهم بحتى حاجه. كما يمكن لكم تدهنوهم بالقشده الطريه او لا بالحليب، يعني تضيفوا غير شويه ديال الحليب هكذا في الشتاء ودهنوهم من الفوق فقط. لكم الاختيار كيف قلت لكم، اولا تدخلوهم هكذاك للفرن كيف ما شفتوا. انا هنايا من بعد ما دخلتهم كنصور لكم وهما في الفرن كيضاعف الحجم ديالهم، الشكل ديالهم كيشهي ما شاء الله. من بعد ما كيخرجوا هنا راه تقطف ليا المقطع اللي كنت كنصور معكم في الفيديو هذا اللي غنلوح لكم، وعاود صورت واحد اخر كيف ما شفتوا هنا الحجم ديالهم كبير. وصورت لكم غير هذه اللقطه هذه فاش كنت تنضيف الصلصه ديال الكراميل لان مشى ليا المقطع. صافي من بعد ما كنسقيها مزيان بهذيك الصلصه اللي حضرت معكم ديال الكراميل، تزين زينوها باي حاجه، اي فواكه جافه هكذا عندكم. انا درت ليها شويه ديال الكركاع وكنضيف عليها خطوط من الصلصه ديال الشكلاط اللي كيزيدوها لذه. وكذلك حتى المنيضر كيجي هكذا غزال ما شاء الله كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيشهي. كتشهي هكذا انكم تجربوها وهكذا يعني تاكلوها. فهذا هو الشكل ديالها. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وما فيها باس. اي اخت جربت شي وصفه من الوصفات ديالي ترجع للتعاليق وتقول لنا كيفاش جاتها. ماشي مشكل نتقبلوا اي حاجه، واش نجحت معك الوصفه واش لا، واش زوينه. شهاده حق في حق هذا الفيديو هذا. شكرا لكم على المشاهده. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو قادم مع وصفات القادمه. انتظروا دائما الجديد ان شاء الله، عودنا من جديد مع وصفات رائعه. فانتظروا دائما. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي اشتركي اختي وفعلي زر الجرس باش دائما توصلي بجديد الوصفات. الى الملتقى ان شاء الله.